السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة من الطبخ مع كوثر، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم سويس رول كيجي سهل اقتصادي بمكونات سهلين وموجودين في كل دار كما كتعرفوا. فاحنا على قبال رأس السنة وهاد الحلوى كتكون مطلوبة بزاف بزاف. غادي نقدمها معكم بطريقة سهلة بزاف وبسيطة، وغادي تجي المذاق ديالها خطير خطير، احسن من انكم تشريوها من على برا. ممكن انكم تخدموا بها الا كنتو كتخدموا الكوموند، او لا ممكن انكم ديروها غير للوليدات ديالكم. فكنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وما تفلتوا حتى شي حاجه باش انكم تستافدوا من الفيديو كامل. فما نطولش عليكم الفيديو، ندوزو نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. وقبل ما نبدا فما تنساونيش الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش انكم تدعموني وديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي ملا مع الاهل والاحباب. في البدايه غادي ناخذ 4 بيضات كما كتشوفوا يكونوا بحراره المطبخ. غادي ناخذ زلافه ديال الدقيق، وغادي ناخذ كاس ديال السكر حبيبات، قليل من الملح وشاصي ديال الفاني، وغادي ندير كذلك خماره وحده فئه 8 غرام كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هادو هما المكونات. غادي ناخذ بول اللي غادي نوضع فيه البيض، 4 حبات من البيض كما قلت لكم. الا كانوا حبات كبار فممكن تكتفيوا ب3 ديال الحبات. غادي ندير قليل من الملح مع الفاني، هما اللي غادي نوضعهم في الاول، وغادي نزيد الكاس ديال السكر حبيبات، وغادي ناخذ الطراب الكهربائي، وغادي نحاول انني نخلط البيض ديالنا حتى يطلع كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. غادي نطربوا مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون متضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا معايا. فراه ما غاديش ياخذ لينا بزاف ديال الوقت، واحد 6 ديال الدقائق 8 ديال الدقائق على حساب الطراب الكهربائي ديالكم. كنطرب مزيان كما قلت لكم حتى يتضاعف الحجم ديال الخليط ديالنا كما تلاحظوا معايا في الفيديو. من بعد ما كنحصل على القوام اللي باغا انا وكيطلع لينا البيض ديالنا، كناخذ الدقيق وكنبدا نضيفه بالتدريج. للامانه هنايا فانا خديت الدقيق ديال الزرع وغربلته مزيان، يعني حيدت ليه النخاله ديالو، وهو اللي كنخدم به الجينواز ديالنا اللي كتجي غزاله كما كتلاحظوا معايا. كنبدا نضيف بالتدريج بشويه، وانا كنخلط من التحت للفوق. انا راني غير مسرعه الفيديو، يعني ما يعني كنخلط غير من التحت للفوق. وفي هذه المرحله كذلك وانا كنضيف الدقيق كنضيف خماره ديال الحلويات اللي قلت لكم فئه 8 غرام. كنخلط ديالنا حتى نحصل على القوام اللي باغا انا كما كتلاحظوا معايا. كناخذ الطاوه اللي غادي ندخل للفرن، كندير ليها يا اما كندهنها بالقليل من الزيت ونرش عليها القليل من الدقيق، او لا كندير ليها البابي كويسون اللي كتلاحظوا معايا كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. كنحط الخليط ديالنا، من بعد كنبدا نقادو بسطاتولا بهذا الشكل هذا، يعني يجينا على شكل مربع او على شكل مستطيل على حساب الطاوه اللي غادي توضعوا فيها الخليط ديالكم. من بعد كندخلها للفرن، كنخبطها واحد 2 خبطات، كندخلها للفرن، كنشعل عليها من الفوق ومن التحت. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني ما تخليوهاش تنشف. الا نشفات فراه غادي تقطع معكم، يعني ما تاخذش بزاف ديال الوقت. درجه الحراره كتكون منخفضه. من بعد ما كطيب كما كتلاحظوا معايا وكنخرجها، كندير ورق واحد اخر من الفوق، وكنقلب الجينواز ديالنا بهذا الشكل اللي كيكون ساهل بزاف وكنحيدو كما كتلاحظوا راه غير كيتحمر ماشي كيطيب بزاف مزيان. يعني ما تخليوهاش طيب مزيان، الا طابت مزيان فغادي تقصح وغادي تخسر معنا. كما كتلاحظوا معايا كيفاش تجي غزاله وكتجي رائعه الكيك، كتجي غزاله بزاف. في هذه المرحله ناخذ منديل اللي كنكون كنستعملو في المطبخ، كنفزقو مزيان وكنعصرو مزيان بهذا الشكل هذا، وكنوضع فيه الجينواز ديال مزيان. في هذه المرحله اختياريه، ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش. كنقلب، من بعد ما كنديرها كنحيد الزوائد اللي عندنا في الكيك كما كتلاحظوا معايا. الزوائد واحد شويه كنحيدهم من الاطراف بجوج باش ما يخسروش لينا الكيك ملي نبغي نمونطيه في الاخر. كنحيدهم دابا. من بعد كناخذ كما قلت لكم المنديل او لا السربيته اللي في الزقنه، وكنبدا ندير رولي ديالنا. هاد المرحله ممكن ديروها غير في الورق ديال الطهي، ممكن ديروها بها بلا ما ديروا هاد المرحله هذه، يعني كيبقى لكم الاختيار. ولكن اللي مبتدئات وخايفين انه يتهرس فممكن انكم ديروا هاد المرحله وتخليوه جانبا بهذه الطريقه هذه. ما تخافوش ما غادي يتهرس ما حتى شي حاجه. من بعد كندوز لانني ندير الحشوه اللي غادي نحشي بها الكيك رولي ديالنا. كناخذ نص لتر في الحليب في الاول، كندير لهم 2 معالق ديال الكريم باتيسير، السكر، والسكر كيبقى حسب الذوق ديالكم. من بعد كنزيد ليها فلون ديال درهم هذا عادي، فلون ديال الفاني. كنخلط الكل جيدا بالخلاط اليدوي،
ومن بعد كندوز انني كنوضعهم فوق النهر، يعني حيت كنخليهم حتى كتكون لينا واحد الطبقه اللي كتكون متجانسه وكيبدا يطبخ وكيتشكل لنا بهذا الشكل هذا، يعني كيكون عاقد. من بعد كندوز انني كناخذ واحد الصحن اخر وكنوضع فيه الخليط ديالنا، كنوضع الخليط ديالنا وكنخليه فوق البوطاجي حتى تياخذ حراره المطبخ. من بعد كنديرو في الثلاجه وكنخليه حتى يبرد تماما وتماسك لينا الكريمه. غادي ندير ليها في الاول واحد البلاستيك ويلامس لينا الكريمه باش ما ديرش لينا واحد القشره وتخسر لينا المذاق ديال الكريمه ديالنا. غادي نخلي الكريمه ديالنا جانبا كما كتلاحظوا معايا كما قلت لكم حتى تبرد مزيان وتماسك لينا وترجع كريمه قابله لاننا نخلطوها بالخلاط الكهربائي. من بعد غادي ندوز كذلك من بعد ما غادي تبرد لينا ونخليها نديرها في الثلاجه، غادي ندوز ناخذ الكريمه نحضر معكم الكريمه. غادي ناخذ هادي هولالا بارده، انا هنايا راه مستعملها بارده مجمده ماشي غير بارده، كتكون بارده. من بعد كناخذ الطراب الكهربائي وكنحاول انني نطلع الكريمه ديالنا، كنخلط راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت خصوصا وهي بارده، فراه داغي كطلع. هاد الخليط اللي غادي ندير لكم دابا ديال الكريمه كيجي غزال، المذاق ديالو كيجي رائع بزاف بزاف وكيجي لذيذ. من بعد ما كنطلع الكريمه ديالنا ماشي مزيان غير كنطربها واحد شويه، كنزيد ليها واحد دانون اولا ياغو اولا دانيت ديال الكراميل، كيبقى المذاق ديال الكراميل كيجي غزال في هذا الخلطه ديالنا اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف. من بعد كندوز انني كنطربو، من بعد ما كيتجانسوا ليا كندوز الكريمه ديالنا من بعد ما كتبرد كنضيفها على الكريمه ديالنا الاولى، كيجي مذاق خطير. غير جربوها بهذه الطريقه هذه فما غاديش تندموا، كتجي لذيذه والمذاق ديالها كيجي زوين. ما كيجيش غير المذاق ديال الكريمه بوحدو اللي كتجي ثقيله، ولا كاين اللي ما كيبغيش المذاق ديال الكريمه بوحدو فما كتجيش زوينه، كاين اللي ما كتعجبوش. بهذه الطريقه هذه كتجي غزاله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف، ما غاديش تشبعوا منها. فكنتمنى انكم تجربوها وما غاديش تندموا عليها. من بعد ما كنطرب الخليط ديالنا كنخليه جانبا، كندوز ناخذ الجينواز ديالنا اللي كتكون بردات وخدات حراره المطبخ، كنحيد ليها داك الطرف اللي كنت درت ليها من قبل. كندوز هنا هذه مرحله اختياريه، كناخذ كاس الماء اللي يكون سخون وكنزيد ليه قهوه سريعه الذوبان. يعني اللي بغى انه ما يسقيش ما كيبغيش الكيك يكون مسقي فممكن ما يديرش ما يسقيهاش. كناخذ كما قلت لكم الماء مع القهوه سريعه الذوبان وكندوز كنسقيها واحد شويه. راه كما كتلاحظوا معايا فراها كتجي الجينواز ديالنا كتجي رطبه رطبه بزاف وكتجي غزاله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. غير جربوها بهذه الطريقه اللي قلت لكم فما غاديش تندموا عليها بتاتا، وبالعكس كتجي غزاله. وكنبدلوا لوغو كنديروا مذاق اخر اللي كيجي غزال وزوين. من بعد ما كنسقي الجينواز ديالنا كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، كندوز كناخذ الكريمه ديالنا اللي كنت وجدت او اللي حضرت معكم من قبل، كنوضعها فوق الجينواز ديالنا بهذا الشكل هذا، حتى كنقاد الجينواز ديالنا كامله، كنقاد الكريمه بهذا الشكل هذا على الجينواز ديالنا كامله، كنقادها كامله. يعني الطبقه ديال الكريمه كتبقى اختياريه، ممكن الناس اللي كتبغي الكريمه بزاف فممكن دير الكريمه، ولكن ما تكثروش بزاف باش ملي تجيو تشكلوا على شكل رولي ما تجيش الكريمه غالبه على الكيك ديالنا. كما كتلاحظوا معايا كنشكل اولا كندير طبقه من الفوق اللي كتكون باينه، ومن بعد كندوز انني كنبدا ندير على شكل رولي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كنشكلو بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على رولي اللي كيكون مقاد ومتماسك مع بعضياته بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كنشكلو كناخذ الموس اولا اي معلقه ولا شي حاجه وكنبدا انني ندير بهذه الطريقه هذه. من بعد كندوز انني كنمونطي الكيك رولي ديالنا، كندوز كنبدا نوضع الكريمه من الفوق ديال الكيك ديالنا من الفوق، اولا ممكن كيبقى الاختيار لكم في التزيين، يعني طريقه تزيين كتبقى اختياريه. من بعد ما نشكلوا على شكل رولي كما قلت لكم وكنبدا انني نقاد الكريمه ديالنا من الفوق بهذه الطريقه هذه. فكنظن راه كلشي كيعرف يصايب الكريمه فوق الكيك، فالاساسي هي ان هذه الطريقه هذه اللي عطيتكم بها هذا الكيك كتجي غزاله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. فانا اكيده الا جربتوها ما غاديش تندموا، بالعكس كتجي غزاله وكتجي لذيذه
خليط ما بين جوج ديال الكريمات اللي كيعطينا مذاق اللي كيجي لذيذ. من بعد التزيين كما قلت لكم فكيبقى اختياري. هنا خديت الشوكولا اللي ذوبتها في حمام مريم ودرتها في واحد البلاستيكه وثقبتها، وكنبدا انني ندير خطوط عشوائيه بهذه الطريقه هذه. كتزيين ممكن ديروا بالكريمه واحد الاشكال اللي كتكون من الفوق، ممكن ديروا بسكوي، ممكن ديروا اي حاجه كتبقى لكم نتوما الاختيار في الطريقه ديال التزيين. الاساسي والاهم ان هذا الكيك بهذه الطريقه هذه كيجي غزال. من بعد ما كنكمل المونتاج ديالو كنوضعو في الثلاجه حتى تيبرد وكيرجع متماسك. من بعد كندوز كنقدمو كيجي غزال وكيجي رائع. المذاق ديالو خطير خطير بزاف وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. غير جربوها البنات فما غاديش تندموا، كتجي غزال. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفة. وكنقول شكرا للناس اللي بقاو معايا حتى الاخر. شكرا لكم بزاف. وجربوا الوصفة فكتجي لذيذة. والناس اللي غادي تجرب وصفة فكنقول لكم بالصحة والراحة مسبقا. واللي عجباتكم الوصفة فما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني. وشكرًا بزاف، وبارطاجيو الفيديو لِمَ لا مع الأهل والأحباب اللي تعم الفائدة. كما كتلاحظوا معايا شوفوا كيفاش كيجي غزال وكيجي هشيش بزاف بزاف. الفيديو ديالنا سالا إلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي عليكم.